السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. واكلة اليوم النهاردة هنعمل الكوارع بطريقة سهلة وبسيطة. وهنا لو الذبيحة جايالك الضفر موجود فيها هتحطيها كده على البوتاجاز وتبدأي تشيطي في الضفر الأسود لحد ما الضفر كده يبدأ يطق معاكي، وتدقي عليه بإيد الهون هتلاقيه خلع معاكي بمنتهى السهولة. ولو فيها أي بواقي من الوبرة بتاعت الذبيحة إن شاء الله هتحطيها كده وتبدأي تشيطيها على عين البوتاجاز بمنتهى السهولة. هتبدأي تقلبيها على كل جنب اللي فيه حبة الوبرة اللي انت شايفاها الخفيفة دي. هو الجزار بيبقى منضفها لك وكل حاجة، بس بتبقى محتاجة حبة تنظيف كمان، بحيث ان هي ما يبقاش فيها اي شعر ولا اي وبرة من الجاموسة. وزي ما اتفقنا لو فيها الضافر هتبدأي تحطيها كده على عين البوتاجاز لحد ما تشيط وتتفلق معاكي كده، وتدق عليها بحاجة يعني شاكوش او يد هون لحد ما يطلع معاكي الضفر بمنتهى السهولة. وبعد طبعا احنا غسلينها قبل ما نبدأ التشييط وحاطينها في مية وخل وملح وليمون بحيث ان هي تطلع لك كل الروايح بتاعتها، وغسلناها كده. وبعد ما تشيطيها تغسليها مرة كمان بحيث ان اي وبرة موجودة شاطت او نزلت منها هتغسليها كده على الحنفية بتاعتك وتشطفيها وتصفيها. وطبعا عندنا هنا الحلة بتاعتنا هنحط فيها بعد ما غسلناها وشيطناها وكل حاجة وبقت تمام التمام. عندك بصلاية مبشورة وبصلاية طماطماية مبشورة، حطيهم كده في المية او قطعي بصلاية وقطعي طماطماية. انا هنا كان عندي بصل مبشور وطماطم مبشوره حطيتهم في قلب الميه، وحطينا طبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه ورشه كمون بسيطه خالص بحيث ان هي ريحه الكمون ما تبانش فيها بس تضيع لك ريحه الذبيحه وريحه الزفاره باذن الله. وحطينا طبعا معلقه كبيره من الفلفل الاحمر عشان تديها اللون البنك الجميل اللي انت بتاكليها كده. هي احنا هنعملها بطريقه مسلوقه بس هتبقى طعمها جميل باذن الله، هتبقى فيها ريحه البصل وريحه الطماطم وريحتها جميله طبعا. وطبعا نضفناها تنظيفه محترمه بحيث ما يبقاش فيها اي روايح. وزي ما انتم شايفين هنسيبها تغلي وتستوي لحد ما تطرى معاكي على الاخر، وتعملي جنبها حبه رز ابيض، حبه رز بالشعريه حسب اللي انت عايزاه. حابه تعمليها بالفته تعملي حبه صلصه كده بالتوميه برضو مش هتقولك لأ، بس احنا هنا طبعا حبينا نعملها وصفة سهلة وسريعة وزي ما بناكلها في المطاعم بتبقى مدياكي اللون الجميل ده وجنبهم حبة رز أبيض. ودي كانت أكلة النهاردة. يلا كده لو عجبتك أكلة النهاردة ما تنسيناش باشتراك ولايك وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا ومع ألف سلامة. وجربوها واكتبولي في التعليقات وإن شاء الله تعجبكم وهتطلع جوسي وجميلة وكلها كده طعمها لذيذ بإذن الله هيعجبكم.